building tool. ليه المصطلح ده ظهر كده في حياتنا مرة واحدة، ولما جينا نستخدم الرياكت لقينا مرة واحدة القنبلة دي ضربت في وشنا؟ وليه ما كانتش موجودة لو انت زي حالاتي كده كنت جاي من انجلر؟ في الحقيقة هو البيلدينج تول هو مفهوم عام، وهو مفهوم موجود طول عمره، بس يمكن ما كانش عليه السبوت ايام لما كنا بنستخدم الانجلر. يعني الناس ما كانتش بتركز قوي في الموضوع ده، لان الانجلر اوريدي بيهندل كل القصه دي، وبيعمل هو البيلدينج تول بتاعته، وبيباكج الحاجه وبيعيش حياته مع نفسه. ولكن في الرياكت لان هي لايبراري، فهي بتحتاج بقى انك انت تحط لها شويه تاتشات كده تخليها تعرف تشتغل مظبوط زي بقيه الفريم وركس بنت الناس. يعني ايه بيلدينج تول؟ هي وظيفتها ببساطه انها تاخد الكود بتاعك، تفهمه وتظبطه، تشيل منه اللي مش محتاجينه وتخلي اللي محتاجينه، تبندل كود، وتبدا هي تتعامل مع البراوزر في القصه دي. يعني هي اللي بترفع الحاجه على البراوزر، او هي اللي بتفهم البراوزر الدنيا ماشيه ازاي. يعني البيلدينج تول دي بتيجي في مرحله قبل الران تايم، يعني قبل لما تشغل الابلكيشن بتاعك يجي دور البيلدينج تول انها تظبط الكود، وانها هي تظبط البندل بتاعتك علشان البراوزر يعرف يتعامل ويفهم اللي انت كاتبه. ايه بقى المراحل اللي بتعدي بيها البيلدينج تول، او بتعمل ايه في الكود بتاعك؟ اول حاجه هي بتفسر الكود وبتفهمه، وبتعرف بالظبط ايه اللي انت كاتبه. فمثلا لو انت كنت كاتب او مستخدم جي اس اكس او تي اس اكس، هي بتفهم انت عامل ايه بالظبط وتقول خلاص تمام انا فهمتك، يلا بينا نخش على اللي بعد. المرحله اللي بعد كده بقى انها بتبدا تجمع الفايلات بتاعتك دي مع بعض في حزم جميله اموره، بتعمل بندل حلوه كده، تشوف انت عامل امبورت منين تجيبه من الشرق، عامل اكسبورت منين تجيبه من الغرب، وتبدا تظبط البندل بتاعتك علشان تعرف ترفعها بعد كده على البراوزر. طبعا كمان بما ان هي بتعمل بندلنج، فهي كمان اكيد بتعمل اوبتمايزيشن، يعني بتظبط الكود او بتظبط البندل دي بحيث انها تكون باصغر حجم ممكن نحطه على البراوزر. لكن طبعا رجوعا تاني لموضوع الانجلر، زي ما قلت لك هو الانجلر هو اصلا السي ال اي بتاعه بيوفر جواه البيلد تول بتاعته، وهي الويب باك، وهو اللي بيظبط كل الكلام دوت وكل الحبشتكنين دي، وبيطلع لك بالاخر بالبندل الاموره اللي بترن على البراوزر. فاحنا طول عمرنا سواء انجلر او رياكت احنا محتاجين البيلدينج تول. لكن الفرق ان الانجلر كانت السي ال اي بتهندل الكلام ده كله، ولكن في الرياكت لانها لايبراري فانت بتحتاج تحط التاتش ده. ولكن دلوقتي مع الفيت وانت بتبيلد الابلكيشن او بتشغل الابلكيشن بالفيت، خلاص الموضوع ده بقى اصبح بنفس السهوله بتاعه الانجلر.